السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأخ أحمد من مصر ديما، واليوم مرتدي تيشيرت صلاح. راح نتكلموا اليوم إن شاء الله على تشكيلة المنتخب الجزائري وتشكيلة المنتخب المصري. إن شاء الله يوم الاثنين راح تكون مقابلة، وهذه المقابلة راح تكون في استاد العين، وإن شاء الله راح نشاهدوا مع بعض إن شاء الله. وبيناتنا كيما نقولوا حنا راح نتخاطروا بيناتنا، كيما كيف تقولوا لنا نتخاطروا انتم عندكم؟ نتكلم يعني. لا مش نتكلم مثلا. انت تدفع التيكت ولا انا ندفع التيكت؟ احنا نقولوا يعني. نتخاطروا في قسنطينه، انتم كيف تقولوا؟ نتشارك يعني نتشارك. نتشارك. اليوم راح نتكلموا ان شاء الله عن لاعبين المنتخب الجزائري ولاعبين المنتخب المصري ان شاء الله اللي راح يشاركوا. نبداو بالمنتخب الجزائري ولا بالمنتخب المصري؟ الجزائر طبعا ضيفنا. الجزائر ضيفكم. احنا اصحاب الارض، الملعب كله هيبقى 90%. انت عارف يعني 99% واحد بس، كل 99 هتلاقي واحد جزائري. يا راجل في جهه الجزائريين وفي جهه المصريين يا راجل. اكيد بس لا المصريين صح، الجاليه المصريه بكثره هنا في الامارات، بس حتى الجزائريه راح تحضر يا راجل. اكيد هتحضر. انا ان شاء الله ما بقللش من الجزائر على راسنا طبعا، الرجوله كلها. وتحيه لشعب الجزائر والاخوه الجزائريين، بنحبكم والله بالذات. تحيه لشباب قسطنطينه اللي منها الاخ وليد، يا رب يحفظك ان شاء الله. ونتمنى للمنتخب الجزائري والمنتخب المصري التوفيق في الكان، وايا فريق يكسب احنا هنبقى في ظهره. يعني اي فريق يكمل في البطوله احنا هنساعده وهنسانده وهنكون في ظهره. نتمنى لكل الفرق العربيه التوفيق، نتمنى لتونس، موريتانيا، المغرب طبعا، وان شاء الله باذن الله البطل يكون عربي ان شاء الله يا ربي. ماذا بينا ان شاء الله يكون فيها بطل عربي ان شاء الله. والدربيات العربيه مفضول بكل تاكيد راح تكون مباريات قويه وراح تكون مشاحنات. ما تنتهي المباراه انتهى، ما عليناش. نبداو ان شاء الله نتكلموا على المنتخب الجزائري. مثلا انا نتكلم لك وانت تعطيني رايك. مثلا في حراسه المرمى عندنا اندري ماندريا الحارس الاول، لاعب كان الفرنسي. ايوه. هذه المباراتين فرض فيهم نفسه كحارس اول، وملي راح مبولحي وحنا نبحثوا على حارس ان شاء الله. ان شاء الله الرئيس مبولحي، الرئيس راح، الرئيس جه. لا راح مبولحي صار لنا مشكل في حراسه المرمى. حتى جاماندريا هذه ان شاء الله راح تكون ثالث مباراه يفرض فيها نفسه، واعلن على نفسه الحارس الاول للمنتخب الجزائري. أيوة. الحارس الثاني زغبه يلعب في دمك. ايوه. الحارس زغبه عنده خبره وعنده عده استدعاءات للمنتخب الوطني. عندنا الحارس الثالث اسامه بن بوط، لاعب اتحاد العاصمه، لاعب ضد الاهلي المصري. من المفروض انك تعرفوا. ايوه. هادو الحراس الثلاثه. ايوه. عندنا في خط الدفاع يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي. ايوه. لاعب سريع. في الهجوم 10/10، في الدفاع 6/7/10. يعني حلو، يعني هناكل عليه عيش، يعني هنعمل مصلحه. لا اكتسب خبره كبيره. صعيب. عايزين اي ثغره بس نسجل منها. قيطون حتى هو يلعب على الجهه اليمنى، مدافع ايمن. قيطون لاعب صغير في العمر، وهذا اللاعب يلعب في ماتز الفرنسي. ايوه. مازال ما فرضش نفسه، بس لاعب كويس ان شاء الله وليه المنتخب. هذا ولا لاعب ممكن تاكلوا عيش. عندنا على الجهه اليسرى عندنا ايت نوري يلعب في ولفرهامبتون، لاعب سريع، لاعب عنده مهارات، مراوغ، كل شيء. نفس الشيء في الهجوم 10/10، في الدفاع 6/7/10. يلعب في نادي؟ يلعب في نادي ولفرهامبتون الانجليزي. ايوه. عندنا لوصيف يلعب في افردون سبور، ما زلنا ما شفناش امكانياته. لوصيف ما نتكلموش عليه كثير. مش خبره. عندنا توغاي مدافع معروف في الوسط. أيوة. لاعب ترجي تونسي. ايوه. عندنا عيسى ماندي زعيم الدفاع وعميد الدفاع الجزائري. توغاي بيلعب اساسي ولا احتياطي دائما؟ توغاي هو بن سبعيني بينهم. اذا رجع ايت نوري على الجهه اليسرى راح يدخل بن سبعيني للوسط وما يلعبش توغاي. اذا ما رجعش بن سبعيني، اذا ما رجعش ايت نوري على الجهه اليسرى راح يدخل راح يلعب بن سبعيني على الجهه اليسرى. لان المنتخب المصري منتخب محترم وعنده صلاح واعر على هذه الجهه. ربنا يستر. صعب. عندنا بن سبعيني لاعب دورتموند. بن سبعيني في الدفاع 10/10. أيوة. في الهجوم 7/10. مشهور. لا هو مدافع ممتاز، دفاعيا ممتاز. هجوميا 7/10. ساعات مساك وساعات باك شمال، صح؟
هو يلعب في القلب دفاع ولا يلعب على اليسار؟ رامي بن 70. رامي بن 70. هو دفاع جيد جدا. وعندنا توبا لاعب ليتشي الايطالي. توبا لاعب ليتشي الايطالي، لعب 5 مباريات او 6 مع المنتخب الجزائري، كان مردود في بعض الاحيان متقلب، في بعض الاحيان جيد. ايوه ان شاء الله يفرض روحه مع المنتخب، وان شاء الله يكون يقدم الاضافه للمنتخب الجزائري. تمام. هذا المدافعين. نتكلموا على وسط الميدان. وسط الميدان. ايوه وسط الميدان رامز الزروقي. ايوه معروف. لاعب فاينول. ايوه. هذا يا اخي مثلا عده محللين في الجزائر وعده مشجعين جزائري يتكلموا عليه، هذا رامي الزروقي ما يعرفش يلعب كره، وهذا رامي الزروقي هو من احسن اللاعبين. وانت في هولندا لاعب تاسس في هولندا، ولاعب كان يلعب في فريقه وتاسس في فريقه. هل الهولنديين مجانين يروح الفريق كبير في هولندا مثل فاينول؟ لا طبعا. لا طبعا. وعده فرق تشافوا معاه بس ما عطاوهش السالاري اللي هو حابه. انا رامز الزروقي يا اخي يعجبني خاصه في الدفاع، دفاعيا ممتاز. ايوه. هجوميا مع المنتخب الوطني مازال ما فرضش نفسه، مازال ما عملش ثقه في نفسه يهاجم. هذا رامز الزروقي اوكي في فاينل. ايوه. عندنا سفيان فغولي انا حسب رايي القلب النابض في الفريق الوطني، حتى وما يلعبش، حتى يكون في دكه البدلاء يقدم الاضافه. فغولي هو زعيم الفريق الوطني، هو القلب النابض في الفريق الوطني. ايوه. يلعب في تركيا في كاراجومرك. عندنا عوار يا حبيبي، نار عوار، نار يا حبيبي، لاعب روما الايطالي. وانا حسب رايي اول مباراه انطلق من ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينه. وان شاء الله يا حبيبي حسام عوار عازف موسيقار حسام عوار، صدقني غير راح تشوف مسعود اوزيل. عوار راح تشوف مسعود اوزيل. عندنا الشعيبي لاعب في عمره 21 سنه، وراح يكون له كلمه كبيره في المستقبل ان شاء الله. وهو يلعب مع اللاعب المصري اللي يلعب في انتراخت فرانكفورت مع مرموش، عمر مرموش. يلعب مع عمر مرموش. أيوة. وفي لاعب ثالث عربي لاعب مغربي. يلعبوا في 3 مع بعضهم، فريق فيه لاعب مغربي ولاعب مصري ولاعب جزائري. تمام. وهذا شعيبي عنده مستقبل كبير ان شاء الله، ومع المنتخب الوطني بدا يوضع المعالم تاعو. وبدات تكون بدا ياثر في المنتخب الوطني. عندنا عبد القهار قادري، ما زلنا ما شفناش عبد القهار قادري كما نقولوها بكامل امكانياته، ما زلنا ما شفناش. يلعب في كورتري البلجيكي. عندنا بوداوي لاعب نيس الفرنسي. يقدم مباريات جيده، يقدم مباريات متوسطه، يقدم كل مره وكيف. عندنا زرقان مثلا نعطاه بالماضي عده فرص ما تثبتش نفسه بجداره. مازال ما تثبتش نفسه زرقان. عندنا درك النار في الهجوم. الهجوم يا اخي اسمع، رياض محرز تسمى كما نقولوا قائد الفريق الوطني ومعروف وكل شيء. اوكي محرز معروف صح؟ معروف طبعا بدون ما نعرفوا به. اكيد طبعا. القبطان كما نقولوا انتم تقولوا القبطان، الكابيتان صح؟ الكابتن بيلعب الجهه اليمنى صح؟ يلعب على الجهه اليمنى 7 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله محمد حمدي يحجمه ان شاء الله على الجهه اليسرى. ومعاه هيبقى معاه برضه بيساندوا حمدي فتحي او طارق حامد. هو لو وقعت مع طارق حامد انا بقول لك مش هيكمل يوم الاثنين ان شاء الله نشوفه. مش هيكمل الماتش انا بقول لك. لا علينا. عندنا سعيد بن رحمه. معروف سعيد بن رحمه. لاعب ويست هام. ايوه. بس مازال ما فرضش روحه 100% مع الفريق الوطني. مازال ما قدمش كل شيء مع الفريق الوطني. عندنا محمد الامين عموره. يلقبوه بصلاح الصغير. ايوه شفته في سريع، لاعب سريع وكل شيء. ان شاء الله يكون مثل صلاح، ماذا بينا يكون صلاح. نتمنى له كل خير. لاعب شاب وناشئ، انا شفته في المباراه الاخيره وخرج الدوري الجزائري كل شيء. الراس الاخضر احرز هدفين تقريبا. هدف احرز هدف وعمل هدف او هدفين. لا كان جد خطير وعنده انطلاقات سريعه جدا. سريع عموره ما شاء الله. مستقبل الكره الجزائريه. عندنا قويري لاعب ريان الفرنسي. ايوه. اول مباراه لعب في ملعب الشهيد حملاوي. بدون قطع كلامك برضو اقول معلومه برضو ما انتش برضو ذكرتها. عندك الاخ جمال بالماضي جدد كل التشكيله اللي فازت بكاس افريقيا في مصر 2019
ما تبقاش من الجيل القديم غير 4 لاعبين بس تعرفهم، الجيل اللي فاز بالبطوله. عيسى مندي، عيسى بن سبعيني، رياض محرز، فاغوني. ايوه الاربعه بس. هادو من الاربعه اللي بقاو كاسبين. واحنا المحللين في الجزائر يقول لك احنا عندنا العكس. لا مثلا احنا المحللين في الجزائر واش يقول لك؟ واش عمل بالماضي؟ اي تغييرات قام بها؟ جاب 5 لاعبين، جاب 7 لاعبين، جاب انت عندك فريق وطني صح؟ تعمل تغييرين تسمى تغيير ولا لا؟ ايوه. انت فريق وطني كم لاعب تغير؟ لازم تغير 23 لاعب، لازم تغير 25 لاعب. لا طبعا لازم عناصر خبره ولا مع العناصر وتغييرات 2 3 يا اخي غيروا تقريبا كل الفريق. والمحللين في الجزائر يقول لك لا واش عمل بالماضي، لا لا علينا. بتاعنا فريقنا اللي خسر خرج من دور ال 16 في كان 2019 في مصر، لسه متواجد فيه 6 لاعبين من ال 23 متواجدين لسه في القايمه. بس يا اخي انت 2021 مصر وصلت للنهائي يا راجل. ماشي ما اختلفناش، بس اصل اقول لك ان في بعض اللاعبين كان المفروض ان هي تخرج من قائمه المنتخب، خاصه ان ما بيقدموش مردود قوي. ما عليناش نكملوا المنتخب الجزائري وندخلوا في المنتخب المصري. امين قويري صوره مصغره على كريم بنزيما. بتبالغ قوي يا وليد. بيجوا والله العظيم امين قويري والله صوره مصغره على امين بنزيما. مانيش نقول لك بقيمه بنزيما. رقم كام هو مثلا نقدروا نقولوا عليه يلعب 9.5، يقدر يلعب 10 ويقدر يلعب 9. طيب يلعب في نادي ايه؟ يلعب في نادي ران الفرنسي. طيب ماشي. اوكي. كم سنه هو؟ قويري 24 سنه ولا 23 سنه. يعني كويس والله. لا كويس ان شاء الله. عندنا بوعنابي لاعب نيس الفرنسي. لاعب في عمره 19 سنه. ولاعب يا حبيبي ان شاء الله لو كما نقولوا عمل ثقه. انا تفرجت مع لاعبي الشباب 17 سنه في الجزائر في العاب البحر المتوسط. كان مايسترو في وسط الميدان مع المنتخب الفرنسي. لو خدا ثقه مع الجزائر والله العظيم راح يكون هو صح. هو عنده كما نقولوا كما طايح كما نقولوا احنا في الجزائر، عنده حجم صغير بس يا اخي عنده محاينه كبار. هذا بوعنابي ان شاء الله مازال كما نقولوا ما مدش كل الامكانيات مع المنتخب الجزائري، بس بوعنابي ان شاء الله راح يكون خليفه محرز باذن الله. راح يكون خليفه محرز. عندنا بوعنابي مثلا هادو اللاعبين اللي في الهجوم ومعاهم البشير بلومي ابن الاخضر بلومي يلعب في البطوله البرتغاليه. عندنا سليماني يا حبيبي راح يهبلنا يا سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري. بيكون هو الجون ويروح مرجع ورا لاي حد يقابله، اي واحد قريب. الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري يا اخي. غريبه كره القدم صح. بس والله لاعب محترم. عامل زي عبد الحليم علي عندنا في مصر كده. عارف عبد الحليم علي بتاع الزمالك؟ كان بيلعب في نادي الزمالك. كان برضه كده اول ما بدا كان بيضيع فرص كتير وبقى الهداف التاريخي لنادي الزمالك. تخيل هذا الهداف التاريخي للمنتخب الوطني. مثلا عبد الملك زاد عنده امكانيات كبيره في اي فريق يلعب فيه، يخوض مباريات كبيره ويسجل اهداف كثيره مع المنتخب الوطني. هذاك لاعب فرق ماشي لاعب فريق لاعب انديه ماشي لاعب الفريق الوطني. كم لاعب بغداد بونجاح مثلا بغداد بونجاح ما استدعاش بالماضي، اصابه مع السد القطري يلعب بضع دقائق. ابراهيمي واش رايك في ابراهيمي؟ انت كلمني على ابراهيمي. ابراهيمي لاعب كبير طبعا وتاريخ من احسن المراوغين العرب. ما استدعاش بالماضي عشان ايه؟ عمل تصريحات، خلينا من التصريحات، وعشان ابراهيمي اطلب منه كل شيء الا الكره. ابراهيمي يعطيك كل شيء الا الكره. كام سنه كام؟ ابراهيمي في 32 سنه. لا كبير ياسين ابراهيمي. هذا ما استدعاش. العروسي كان يلعب مع ليفربول، نشأ مع ليفربول. ظاهر يلعب ظاهر ايمن ويلعب ظاهر ايسر. هذا ما استدعاش، عنده مشاكل اداريه، اوراقه ما اكتملتش عشان يلتحق بالجزائر. عندنا عدلي لاعب ميلان الايطالي. عدلي مازال ما غيرش الجنسيه تاعو، هو ثاني حاب يجي للجزائر ان شاء الله، راح يكون في المنتخب الجزائري ان شاء الله. ادم والناس، تعرف ادم والناس؟ ايوه يلعب في فرنسا. كثرة الاصابات ادم والناس. يوسف بلايلي عنده مشاكل كثيره. يوسف بلايلي هو مثلا يوسف البلايلي لو كان يتدرب صح وكان عنده عقليه احترافيه كان يروح بعيد. أيوة. ولكن هو كل فريق يروح له يعمل فيه مشاكل.
خلاته ما يوصلش لاعلى مستوى. لو كانت عنده عقليه احترافيه كان يروح لاكبر الانديه في اوروبا يوسف البلايلي، وسال لاعيبه الترجي التونسي، وسال لاعيبه الاتحاد العاصمه، وسال لاعيبه مولوديه الجزائر، راه يلعب في مولوديه الجزائر، ومولوديه الجزائر العام هذا راح تكون من اقوى الفرق، يوسف البلايلي عنده امكانيات كبيره صح، ولاعب موهوب، ولكن عقليته خلاته انه ما يعملش كما نقولوا حنا مستقبل كبير. عندنا بالناصر عنده رباط صليبي، عنده اصابه كبيره، الله غالب ما قدرش يعيط له جمال بالماضي. هادو هما كل اللاعبين في المنتخب الجزائري. باقي شرقي لاعب ليون، ان شاء الله يغير جنسيته ويجي المنتخب الجزائري، والمنتخب الجزائري راه يعيش بلاعبين الوسط ولاعبين الهجوم. تمام. دروك انت مثلا كلمني على لاعبين المنتخب، ما لاحظتش انت ملاحظه بلي كاينين 3 لاعبين يلعبوا في نيس الفرنسي؟ ايوه طبعا. بوعنابي. اغلب اللاعيبه الجزائريين والمغاربه بيتجهوا للدوري الفرنسي كبدايه، حتى لاعبين تونسيين، واللي بينجح حتى التوانسه، واللي بينجح منهم بعد كده بيرتقي، بيروح الاسباني، بيروح الالماني، بيروح الانجليزي. بس انا يعني فخور بصراحه الجزائر والمغرب بالذات، التيم كله محترف بره وفي انديه محترمه يعني. فدي حاجه حتى انتم مصر يعني. بديتوا تتجهوا للاحتراف يا راجل ولا لا؟ مش زي الجزائر والمغرب. يعني احنا عندنا 11 لاعب محترف، هم في ناس تانية موجوده برضه بس مش معروفه، تمام. بس اللي معروفين 11، وهتلاقي منهم 5 6 مثلا هم اللي بيلعبوا اساسيين، تمام، والباقي كله لحد ما تفرج يعني. كلمنا اخويا عن اللاعبين الجزائريين، بدنا بحراسه المرمى وروح اللاعبين المصريين. طبعا الاخ فيتور، الاخ اللي هو المدرب بتاعنا، تمام، روي فيتوريا البرتغالي، اللي كان بيدرب نادي النصر السعودي، وكان بيدرب نادي، كلكم عارفين نادي بنفيكا، وفاز معاهم بالدوري. لا علينا، انت وش رايك في المدرب؟ انت رايك الخاص في المدرب طبعا ما نقدرش نحكم عليه، هو طبعا عدى اجتاز التصفيات بنجاح. نعم. بعد المدرب المحلي اللي كان معانا، اللي هو ياسر جلال، اسمه مش فاكر كان اسمه ايه، جلال. مسكنا ماتشين 2 بس بالظبط، ضد كوريا، من اثيوبيا ومن كوريا، 4-0 من كوريا و2-0 من اثيوبيا. ماسك ضد البرازيل. ماسك الاسماعيلي دلوقتي. اثيوبيا بهدلتنا في الماتش ده. بعدين جابوا فيتوريا ده، تمام. فيتوريا ظبط الاداء، والمنتخب ما خسرش ولا ماتش ولا تعادل، ما فيش غير تونس، وفاجئتنا تونس على ارضنا. بس يعني كان في اليوم ده لعيبه الاهلي ما كانتش موجوده، لكن تونس كانت يا اخي والله تونس منتخب كبير والله. وتونس نهضروا، شوف يا راجل، تونس، مصر، الجزائر، المغرب، حتى موريتانيا ديربي يا راجل. الماتش اللي فات بتاع زامبيا كسبنا في الوقت الضايع والاداء كان باين، فيعتبر ماتش الجزائر بالنسبه له اختبار بصراحه يعني قبل البطوله. كمل لنا اللاعبين يا راجل، وبعدين نحكي في ذا. اختبار جامد له، فهنشوف هل هو فعلا هيقدر ان هو يحقق نتيجه كويسه واداء كويس ولا مش هيقدر. عموما طبعا هم عاملين معاه 4 سنين، عقد 4 سنين لحد كاس العالم 2026. بس انا بقول لكم ان هو لو نجح ان هو يوصل على الاقل لدور الاربعه في كاس الامم هيكمل. ما نجحش وخرج بدري والاداء كان سيء، الضغط الجماهيري هيخلي اتحاد الكوره يغير. عموما هو اختار 25 لاعب، تمام. زي ما انتم عارفين اغلب العناصر كلها تقليديه، ما جابش عناصر جديده. هستعرضهم مع حضراتكم. محمد الشناوي طبعا، حارس الاهلي، صح؟ حارس الاهلي وعملاق الحراسه، الحارس رقم 1. محمد ابو جبل البنك الاهلي، تمام، اللي كان في الزمالك. محمد ابو جبل حارس ولا حارس؟ انا بتكلم عن حارس الزمالك، صح؟ كان في الزمالك وحاليا في البنك الاهلي. ومحمد صبحي حارس الزمالك حاليا، صغير في العمر، صح؟ صغير في العمر. لكن انا مستغرب لان محمد صبحي في الفتره الاخيره اداؤه كان سيء جدا، وبيستقبل اهداف تقريبا كل مباراه. فانا في حراس تانيين في الدوري المحلي يستاهلوا فرصه، بس طبعا عشان بيلعب في الزمالك. انا مثلا عجبني لاعب حارس الاهلي الثاني. حارس الاهلي الثاني مصطفى شوبير ممتاز، تمام. انا شاهدت الاهلي، عجبني الحارس الثاني للمنتخب الاهلي. حارس بيراميدز احمد الشناوي خبره دوليه وبيقدم ماتشات قويه جدا في انا شاهدت معاك حارس ثاني للاهلي. ايوه ممتاز، ما انا بقول لك. بس يعني انا مصطفى شوبير طبعا المستقبل كله جاي له، بس ما عندوش خبره دوليه برضه.
يعني انا كنت ارشح واحد عنده خبره دوليه، او لو انت هتجيب حارس ثالث هات مصطفى شوبير، زي ما انت يا وليد بتقول، ايه المشكله ما تجيبه كحارس ثالث يعني. ان شاء الله. تمام. ان شاء الله يستدعوه. فانا شايف ان في مجامله في الاخ محمد صبحي. كان المفروض يبقى في حارس ثالث، لان صبحي الفتره اللي فاتت دي مستواه سيء جدا. خط الدفاع، خد عندك بقى، عندك الاستاذ محمد هاني. محمد هاني طبعا بيلعب في الاهلي بقاله فتره طويله، مستواه ما كانش، كان متذبذب، بس في الفتره الاخيره اللي هي السنه اللي فاتت قدم مستويات كويسه مع الاهلي، عشان كده رجع للمنتخب تاني. لكن انا شايف ان المركز دوت في تقصير، او في يعني الى حد ما ضعف شويه في غياب اكرم توفيق، اللي هو كان في الفتره الاخيره اخر سنتين كان هو بيلعب على طول في المركز. اكرم توفيق صح ممتاز. كان ممتاز، بس طبعا اكرم اجريسيف كما قلنا في الجزائر. أيوة. اكرم طبعا 2 صليبي ورا بعض، ربنا يكون في عونه. ف اللي موجود عندنا دلوقتي محمد هاني وعمر كمال. عمر كمال عبد الواحد نادي مودرن فيوتشر، لعب كاس الامم الافريقيه الاخيره كذا ماتش، اثبت جداره، فموجود. ففي الغالب هيبدا بمحمد هاني. بعد كده محمد حمدي من نادي بيراميدز الباك ليفت، وغالبا ده اللي هيبقى برضه الاساسي باك ليفت بتاعنا. بعدين احمد فتوح الزمالك باك ليفت الثاني. احمد فتوح انا ممتاز، كان برضه في المنتخب في الفتره الاخيره، خبره دوليه، لكن هو هجومي اكتر، يعني فتوح هجومي تاخد منه هجوم اكتر، لكن في الفتره الاخيره برضه مستواه متراجع، فانا ما برشح محمد حمدي. الاخ علي جبر. علي جبر طبعا خبره دوليه، بقاله فتره في المنتخب، كان في الزمالك وراح بيراميدز، بقاله 3 4 سنين في بيراميدز. في الغالب برضه هيلعب هو اساسي، لكن يعيبه برضه ساعات بيبقى في تمركز غلط، ساعات بيبقى في يعني برضه كبير فوق ال 30. يا اخي انت الدفاع كامل رجعته يا اخي، ما يصلحش تسمى هكا، ما تلعبوا لا حد دفاع ولا يا راجل. انا بس بشرح لك، يعني بشرح لكم برضه وضع كل لاعب يلعب فين ووضعه بالظبط. بس هو علي جبر في الغالب هو اللي هيلعب اساسي. جنب مين بقى؟ جنب محمد عبد المنعم اللي هو الباك رقم 1 حاليا في مصر في النادي الاهلي وهداف الاهلي. تمام. وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم طبعا الفتره الاخيره برضه لعب ماتش السنغال الفاصل، وقبل بلاء حسن رجع تاني المنتخب، بس في الغالب هيبقى احتياطي. وهو احمد سامي مدافع بيراميدز. تمام. خط الوسط طارق حامد نادي دمك السعودي، كان في اتحاد جده، بس بعد ما اتحاد جده جاب كانتي بقى وجاب يا راجل باين مفضوحه. قالوا له خلاص يا طارق العب. مفضوحه. لكن هو متوسط ميدان قوي، وربنا يستر بقى على رجلين لعيبه الجزائر. مروان عطيه الاهلي لعب السنه اللي فاتت اداء ممتاز، بيستلم كويس، بيوزع كويس، بساطته متقنه، تصويبات على المرمى يعني نقدر نديها 6 أو 7 من 10. انا شايف ان هو المفروض يحجز مكان في التشكيل الاساسي. احمد سيد زيزو ساعات بيلعب هاف يمين مكان صلاح، كان الاول بيلعب كده، حاليا بيلعبوا ارتكاز ثالث. وانا اتوقع لو هيهاجم على الجزائر، لو هيلعب ضاغط، هيلعب بطارق حامد، واللي جاي اقول لكم على اسمه اللي هو حمدي فتحي. الاثنين دول بصراحه بيضغطوا ضغط جامد جدا، وهم اللي ينفعوا في قدام الجزائر. لازم الاثنين دول يلعبوا اساسيين. والثالث ما ينفعش الثالث يبقى دفاعي زيهم، الثالث المفروض يبقى احمد سيد زيزو. تمام. امام عاشور طبعا كان موجود بالإصابة، مش هيلحق. تمام. فمش موجود. محمود حمادة كان بتاع النادي المصري، كان في فاركو، وبرضه أداؤه كويس، بينقل الكورة من الدفاع للهجوم زي الأخ مروان عطية برضه، يعني ممكن احتمال يلعب بيه برضه، بس ما لعبش بيه قدام زامبيا. حمدي فتحي قلت لكم عليه في الوكرة القطري ابن النادي الأهلي، محبوب هتلعب في مصر صح؟ جدا، وهداف يعني قدام الجون. حمدي لما بيجي له كوره بيعرف يخلصها، فاهم؟ فهيبقى خطير برضه. انا وجهه نظري كده يعني. كان حتى المدرب بتاعنا كولر بتاع الاهلي كان لما الماتشات الصعبه في افريقيا كان يطلع طارق حامد راس حربه تاني قدام مع كهربا او مع تاو. فانا بقول حمدي فتحي وطارق حامد وزيزو، الثلاثه دول يعني لحد ما هيعملوا شغل، بيقدروا يمسكوا خط وسط منتخب مصر ويعملوا شغل. محمد النني طبعا الارسنال راجع من اصابه طويله، انا برشح ان هو يقعد على احتياطي كده، يدعي لفلسطين ومشكور على اللي هو عمله، اللفته الكويسه في دعم الشعب الفلسطيني. راجل يا راجل. راجل محترم. يعطيك الصحه اخويا النني. الاخ محمد صلاح الناس زعلانه منه طبعا عشان ما نزلش ولا بوست دعما للاخوه الفلسطينيين. وحتى النهارده قريت خبر ان هو
المتابعين بتوعه نزلوا من 17 مليون ل 16 مليون على الموقع الرسمي بتاعه. يا الناس اخي زعلانه شويه برضه، بس يبقى لاعب كبير وخلاص. يبقى لاعب كبير ولا غنى عنه. تمام. مصطفى فتحي بديل لصلاح من نادي بيراميدز، سريع وخفيف. يا راجل بين صلاح يا راجل، انت الغزال. عندك صلاح تلعب لاعب اخر يا راجل. انا بقول لك البديل، بتاعه. نعم فاهم. تمام. مصطفى فتحي نادي بيراميدز، كان في الزمالك بيلعب في بيراميدز بقاله سنتين تقريبا. عمر مرموش انتراخت فرانكفورت، زميل شعيبي. تمام. ممتاز عمر مرموش. عمر والله لاعب ممتاز. ممتاز جدا. ممكن يبتدي اساسي برضه جنب صلاح، وهو على طول كان بيلعب بصلاح وعمر مرموش. وفي وسطهم راس حربة مصطفى محمود حسن تريزيجيه لعب الماتش اللي فات في نادي طرابزون سبور التركي، كان في استون فيلا طبعا وجاله اصابه، فالنادي طبعا الانجليزي رغم انه قدم اداء قوي اعطاله. تريزيجيه عنده اصابات كثيره صح؟ اصابات كثيره. اصابات كبيره. كان متالق في استون فيلا. حتى كاس افريقيا 2021 داري كاس افريقيا جيده. لكن ورغم الاصابه لكن هو لاعب لا غبار عليه ولاعب ممتاز، يعتبر جناح طائر زي ما بيقولوا، بيفك لك اي ماتش. قال له ان شاء الله ما يطيرش مع الجزائر. فيعني انا اتمنى ان هو يلعب، لان مرموش بيرمشنا شويه، مرموش بطيء شويه في اللعب، احنا قدام الجزائر لازم نبقى خفاف، فانا نفسي يلعب اساسي. تمام. حسين الشحات الاهلي متالق في الفتره الاخيره، انا شايف برضه ممكن يبقى بديل قوي لتريزيجيه او مرموش، ولازم نعطي له فرصه. الهجوم مصطفى محمد نانت الفرنسي، ثاني هداف الدوري. هذا مصطفى محمد اللي معها حجام، لاعب جزائري. ايوه. يلعب ظهير ايمن. هذا حجام في رمضان، هو مصطفى حجام ما حبش يفطر. من رمضان اللي فات ما زادش يلعب مع نانت الفرنسي. مصطفى ما على باليش اذا افطر ولا ما افطرش، بصح حجام ما حبش يفطر من هذاك الوقت، ما زادش يلعب مع نانت الفرنسي، ونتمنى ينتقل ان شاء الله ويروح لفريق اخر. نتمنى ان هو يخرج. هذاك مدرب كيما نقولوها حنايا عنصري. تمام. عنصري، يا تبع رايه يا تخرج من الفريق. وعندك مروان حمدي بديل له من النادي المصري. تمام. برضه كان خد فتره مع كارلوس كروش، وكان موجود في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت. ومهاجم برضه مهاجم طويل القامه، ويعني ربنا برضه ساعات بيكرمه. جاب جون قبل كده في البطوله العربيه كده بظهره كده يعني ممكن ربنا يكرمه قدام الجزائر كده، يعني في الدقيقه 90 كده واحده كده بالهيد ولا حاجه عشان نحرقه. يبقى لاعب اقل لاعب عندنا وجاب جون في الجزائر، تبقى يعني معجزه. لا علينا. هذول لعيبه ولا المزارب؟ هم دول لعيبتنا كلهم. هم دول لعيبتنا. تمام. اوكي. واش رايك مثلا انت توقعات كيف يدخل المنتخب المصري؟ واش رايك في اللعبه؟ واش رايك بص هقول لك على حاجه. المنتخب المصري الاول لازم يدافع كويس، قوي جدا. قصدك المنتخب المصري راح يدخل بدفاع متاخر صح؟ لا انا ما اعرفش، هو طبعا دي حسب رايك. المدرب بتاعنا هجومي، المدرب بتاعنا بيلعب لعب هجومي. حتى المنتخب الجزائري راح يلعب لعب هجومي. يعني المدرب بتاعنا هيلعبكم هجومي، لكن انا بقول المنتخب المصري لازم يحرص جدا، ولازم يلعب على الهجمه المرتده، لان في مهارات وفي سرعات عند الجزائر، وفي ممكن يعملوا اي ثغره، فاحنا لازم نبقى نشوف مفاتيح لعب منتخب الجزائر ونراقبها كويس جدا. تمام. بحيث ان احنا لو ما كسبناش نطلع بالتعادل، لان لو الجزائر طبعا سجلت هدف مبكر ممكن يبقى في سكور، يا راجل ديربي يا راجل. يعني ديربي تسجل الهدف الاول الثاني، ديربي يبقى ديربي يا راجل. والجزائر واللي يقول لك حنا نفوزوا. شوف حتى وعندك لاعبين كبار، حتى الديربي يبقى ديربي، ما فيش صغير وكبير. والجزائر طول عمرها بتبقى متحفزه قدام مصر انها تعمل نتيجه كبيره. يا راجل انتم اللي تحفزوا هذه المره يا راجل. احنا احسن منكم بدرجه. أيوة. وفي التصنيف برضه انتوا قبلنا يعني للحق، يعني الجزائر الثالث تقريبا على افريقيا. بس يا اخي انا اقولها لك، ديربي ما فيش قوي وضعيف، عندنا افضليه صغيره بس ما فيش قوي وضعيف. ايوه. احنا لو صلحنا الاخطاء الدفاعيه اللي عندنا ورا، واللعب لعيبه خط الوسط اتحررت ولعبت لقدام زي ما كنا بنشوف الاول، ولعبوا بجديه، والجناحات اتحركت، يعني الجناحين اللي عندنا لازم يلعبوا، لان طبعا هيبقى في تكتل دفاعي في خط الوسط، فلازم الاجنحه تطير وتطلع، واحد يطلع واحد يستنى. يعني لو انا حسب رايي بولماضي راح يلعب دفاع متوسط، بهجوم متوسط، ما راحش يلعب دفاع مفتوح.
راح يلعب بهجوم متوسط، الكتله متوسطه، ما تكونش كتله هجوميه وما تكونش كتله دفاعيه. هو الميزه في الفرق الافريقيه اللي زي الجزائر او المغرب بيلعبوا دفاع متقدم. اعتقد الجزائر هتلعب دفاع متقدم يا اخي راح نلعبوا احنا هذه الراس الاخضر، راح نلعبوا مصر يا راجل، ما نلعبوش دفاع هجوم دفاع متقدم. هذه لا انا اقصد يعني تلعبونا على هجمات لا انا اقصد اقول لك ان دفاع متقدم، ان اخر مدافع مع المهاجم عندكم هيبقى المسافه بمسافه بسيطه 15 يارده او 20 يارده، هتضغطوا اللعب، هتضغطوا الملعب عليه. الحال راح يكون مضغوط الملعب. تمام. دي الطريقه اللي الفرق الحديثه بتلعب بيها. انما انا بتكلم في مصر مثلا او الانديه المصريه، لا ما بنعملش كده. بتلاقي المهاجم هناك هناك في منطقه الجزائر، والمدافع هناك في المنطقه الثانيه عندنا. يعني في جبات، في شوارع. لا لازم يكون بلوك، لازم يكون بلوك. بس عموما الكره الحديثه بلوك يا راجل. عموما الماتش هيبقى متقفل وهيبقى على غلطه يعني. الحاجات الصغيره لا هذه مفروغ منها. ديربي راح يكون فيه حاجات صغيره، بس انا نتوقع بلي شيوا هذاك التفوق الطفيف نربحوكم فيه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش تتفوقوا باذن الله. باذن الله المباراه ان شاء الله حمراء ديربي ان شاء الله. ديربي راح يكون دسم ان شاء الله. فراعنه ان شاء الله باذن الله هترجع وهتبقى سهره كرويه جميله باذن الله. الفراعنه ضد ثعالب الصحراء المحاربين. ايوه ضد مصر اليوم محاربين. ان شاء الله باذن الله نصطدم الثعالب باذن الله. معليش يا اخي ان شاء الله راح نتفرجوا مباراه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. انا نتوقع يا اخي، اتوقع النتيجه ان شاء الله باذن الله النتيجه لمصر 2-1 باذن الله. وانا نقول ان شاء الله النتيجه الجزائر 2-0 و2-1 ان شاء الله. يا اخي بعد المباراه نحكيو ان شاء الله. خلاص ان شاء الله 2-0 و2-1 للجزائر. انت 2-0 لمصر، 2-1 لمصر. 2-1 ايوه. يا اخي السلام عليكم، ومع اخونا احمد، وتحية القضيه الفلسطينيه، ومع فلسطين ظالمه او مظلومه، في امان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.